شخصيات فيلمية. عندنا الشخصية نقطة الاتصال. في نوعية الأفلام اللي بتعتمد على عدة خطوط مستقلة ماشية متوازية، زي القصص اللي بتعتمد على أكتر من حدوتة أو أكتر من شخص، أو اللي بتحصل في أزمنة مختلفة، لازم يكون عندنا حلقة اتصال بين القصص دي وبعضها. ممكن تكون حلقة الاتصال هي مكان من الأماكن اللي بيتردد عليه كل أطراف القصص دي، وممكن تكون حلقة الاتصال هي شخصية زي الراوي مثلا اللي بيشترك في كل القصص. المخرج الكبير شريف عرفة في فيلمه الكنز في الجزئين حط شخصية وهي شخصية الحكيم عشان تكون رابط للثلاث قصص اللي في الفيلم، فشخصية الحكيم بتظهر خلال الثلاث قصص كحلقة اتصال عشان تربط القصص دي ببعضها. فيلم الكنز 1 و2 إنتاج 2017 و2019 وإخراج شريف عرفة. اختيار ورسم الشخصية محتاج موهبة جامدة. ممكن السيناريست هو اللي يرسم الشخصية، وممكن مخرج العمل هو اللي يقوم بالحكاية دي. هالة خليل مخرجة وكاتبة فيلم نوارة إنتاج 2015 رسمت شخصية كبيرة الممرضات في واحدة من مستشفيات الحكومة. كبيرة الممرضات دي ست قليلة الجمال، سمينة جدا، وبتتعامل بقلة اهتمام مع كل الناس، وبإحساس شديد بالسيطرة والمكانة وسط المرضى الفقراء طبعا. كاركتر مثير للاهتمام. الباشا في السينما المصرية. في أفلام ما قبل ثورة 52 كان دايما الشخصية دي بتظهر سواء في شكل الباشا الوجيه المظهر أو الباشا القاسي، سواء في الملامح أو الصفات. جت بعد كده مرحلة الباشا الهلاس والباشا صاحب الدم الخفيف. أما بعد الثورة فانحصرت معظم أدوار الباشوات في القسوة والظلم، وده طبعا عشان الظروف السياسية اللي حصلت بعد الثورة. أما في مرحلة السبعينات فانحصر دور الباشا في الأفلام على شخصية الباشا السابق اللي بيعيش على أطلال الزمن القديم، لحد ما انتهى تقريبا في مرحلة الثمانينات والتسعينات بتحويل لفظ أو لقب الباشا للشخصيات الأمنية والأغنياء. الدكتور في السينما المصرية. ظهور شخصية الدكتور في السينما تراوح ما بين يا شخصيات أساسية يا كومبارس، وفي الأفلام القديمة كان الدكتور بيقولوا عليه أحيانا الحكيم. دايما كان بيظهر في صورة متفائلة عشان يقول كام كلمة متكررة زي الجملة المشهورة احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. أما إذا الدكتور بطل الفيلم ففي الغالب ما كانتش وظيفته بتتعالج فيلميا وسينمائيا بشكل متخصص، لكن بس بتستخدم الوظيفة دي كغلاف خارجي بيلمع الشخصية، باستثناء وظيفة الدكتور النفساني اللي اترسمت في السينما بشكل أفضل لحد ما. الفصل بين الشخصيات. حالة التوائم. في حالة كتابة شخصيات الإخوات أو التوائم في السينما لازم ناخد بالنا إننا نفصل بينهم تماما عشان المشاهد يحس إنها شخصيات حقيقية ومختلفة. والفصل هنا بيكون أولا في الشكل والمظهر الخارجي، وثانيا في الاكسسوار اللي بتستخدمه كل شخصية، وثالث حاجة لطريقة الكلام وأسلوب الحوار، والرابعة لطريقة حركة الشخصية وحركات إيديها، وأخيرا الاختلاف من حيث الجوانب النفسية. وهنشوف ده باين جدا في فيلم كده رضا اللي كتبه أحمد فهمي وأخرجه أحمد نادر جلال 2007. الخواجة في السينما المصرية. في ممثلين اتخصصوا في أداء دور الخواجة وأتقنوه لدرجة إن الجمهور اتعود عليهم وعلى أدائهم وتخيل إنهم خواجات فعلا. ومن أشهرهم ستيفان روستي، أشهر من أدى دور الخواجة وأتقنه على الرغم من إجادته للغة المصرية، بس هو كمان أتقن لهجة الخواجات. هو من أب نمساوي وأم إيطالية وملامحه أوروبية، وده ساعده على إتقان الدور. الخواجة بيجو. فؤاد راتب رغم إنه مصري أبا عن جد، بس هو كان من الممثلين اللي اشتهروا بدور الخواجة الكوميدي، وعمل دويتو مع محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمعة، كان مشهور جدا وقتها. إدمون تويما ممثل مصري من أصل لبناني برضه تخصص في دور الخواجة، وغالبا الجواهرجي الخواجة اللي بيتكلم اللغة المصرية بس بلهجة أجنبية. يوسف العسال كان بيشتغل في شركة من شركات الطيران، واختاروا بعض المخرجين عشان يعمل دور الأجنبي الخواجة لأن ملامحه أجنبية، ده غير إجادته للغتين الإنجليزية والفرنسية. جورج يوردانيدس، وده مصري من أصل يوناني، شارك في كتير من الأفلام السينمائية وكان تلميذ لنجيب الريحاني،
واشتهر بدور الجرسون الأجنبي والجوهرجي ساعات. أراجوز إنما فنان، فنان إنما أراجوز. شخصية أراجوز القرية اللي قام بيها عمر الشريف، أراجوز القرية مهمته البسيطة إنه يوعي أهالي القرية، والفاسدين مش بيسلموا من لسانه. الراجل الأراجوز بيربي ابنه ويعلمه كويس، لكن الابن خلف ظن أبوه وبيروح مع اللي ضد الأراجوز، مع الجنب اللي بيتلقى السخرية والفضح من أبوه الأراجوز. الأراجوز وإن كنا بنستخدم اسمه للتقليل من أي شخص، بس في نفس الوقت الأراجوز بيكون رمز للحكمة حتى لو قال الحكمة بسخرية. من فيلم الأراجوز، إنتاج 1989، إخراج هاني لاشين. الانتهازي في السينما، تشوفه هو متصنع الرقة وملامح البراءة على وشه، وتشوفه هو مطاطي راسه لما يتعنف من حد، وتشوفه متكبر وجبار لما يضطر للمواجهة، وتشوفه متعالي ومتكبر لما يكون وسط الناس. دي كانت ملامح شخصية سرحان في الفيلم الكبير ميرامار اللي قام بيها الفنان الراحل يوسف شعبان. فيلم ميرامار إنتاج 1969، إخراج كمال الشيخ. إلى اللقاء.